وما في أحد لا سادات ولا غير سادات ولا حسن مبارك زار إيران، بل كانوا يضيقون على إيران في تلك المنافذ. وهذا الزعيم حقهم والذي سيقيم الدولة الإسلامية أول ما ترأس وتربع على الكرسي زار إيران. هذا يدل على تواطؤ. لا إله إلا الله. إيش يفعلون 6000 الشاب ذا؟ لا إله إلا الله. يقول وأرسل أبو عمر 6000 نحو ذلك، 6 أو أقل أو أكثر، يدرسون في إيران. وإيش يدرسون في إيران؟ يدرسون الرفض. فأقول فيه تواطؤ بين الرافضة وبين الإخوان المسلمين، فيه تواطؤ على المسلمين وعلى ضرب المسلمين، ولكنهم فضحوا في هذا الزمان وأتعبوا المملكة حتى في دعمهم بحجة أنهم يقاتلوا الرافضة. والله ما جاءت من قبلهم انتصارات على الرافضة أبدا، بل إنما استنزاف مال فقط وبيع للجهات الأخرى، استنزاف مال وبيع للجهات الأخرى، نفس السلاح يضرب به المقاومة. ما جاء من جهتهم نصر أبدا في اليمن، بل جاءت الخذيلة في اليمن من قبل الإخوان المسلمين لأهل الإسلام في حربهم مع الرافضة، جاءت الخذيلة. يا أخي هؤلاء لابد يفضحون والله. الإخوان المسلمون لابد من التشهير بهم، فإنهم ضرر على المسلمين، ضرر على المسلمين. متى ما وجدنا سعة للكلام نتكلم فيهم ليحذر الناس شرهم، فإنهم بلاء عظيم ورجس على المسلمين، عذاب والله بسبب ذنوبنا سلط الله علينا هؤلاء الطوائف الشريرة. ولكن لا نقول كما قال بعضهم أننا نقاتلهم، لا. إن اعتدوا علينا باشروا الاعتداء علينا نقاتلهم دفاعا عن أنفسنا، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، الجزاء سيئة مثله. أما نبتدأ الإخوان المسلمين قتالا فنراهم مسلمين، وإنما هذا الأمر يخول فيه ولي الأمر، فيبتدي من شاء من الطوائف التي يرى خطرها على أهل الإسلام، كما فعل الصديق مع أهل الردة. فإن فيهم من هو ليس من أهل الردة، لم يرتد، وإنما ارتد عن الزكاة، ولكن وافق أولئك وقاتل الجميع، قاتل الجميع رضي الله تعالى عنهم. فهذا الأمر إلى ولي الأمر، يقاتل من رأى خطورة على أهل الإسلام، ويوقف من أراد توقيفه عند حده، مما يرى أن الصبر أو السكوت عليهم يضر المسلمين، فهذا إلى ولي الأمر. وأما الناس فلا يجوز لهم أن يقاتلوا الإخوان المسلمين، لا يجوز، وهم مسلمون. أما يبتدئونهم القتال لا، لكن إذا اعتدوا على أهل الإسلام اعتدوا على المسلمين هذا شيء آخر. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي وهي مسلمة مؤمنة وصفها الله حتى تفيء إلى أمر الله. فإن حصل بغي منهم تجاه الإسلام وعدوان واضح فيدافع الناس عن أنفسهم، يدافعون عن أنفسهم. وأما وأنت في مندوحة في البعد عن المشاركة في هذه الدماء فلا يجوز لك والله أنك تدنو من هذه الفتنة، ابتعد، ولا تصغي إلى هؤلاء الذين يقولون إذا حلوا إلى بنغازي وإذا حلوا إلى كذا قاتلوهم. لا إله إلا الله، شو من فتوى هذه؟ هذا قتال الفتنة الذي في ليبيا، وننصح السلفيين أن يبتعدوا من قتال ليبيا، فهو قتال فتنة. وأما القتال في اليمن فهو قتال وذب عن دين الله، والعدو معروف وهم الروافض، عدو أهل الإسلام في اليمن معروف وهم الروافض. وأما قتال ليبيا فقتال فتنة، فلا ينبغي الزج بالسلفيين أنهم يقاتلوا الإخوان المسلمين أو يقاتلوا الطائفة الفلانية قتال لأجل الكرسي ومن يتربع الكرسي. وأما قتال أهل اليمن فمع الأرفاض الأنجاس الأرجاس، ومع هؤلاء سبابة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعنين في فراش رسول الله عليه الصلاة والسلام، قتال واضح جلي ظاهر، تقتله وأنت مطمئن، تدافع عن دينك وعن حوزة الإسلام. أما هناك لا يشك واحد والله أنه قتال فتنة، وهذا يفتي فتوى قاتلوهم. ايش من فتوى هذه؟ يجتنب السلفيون قتال الإخوان المسلمين ولا يبتدئون أحدا من المسلمين بالقتال، فهذا إلى ولي الأمر.
سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.